مانيش الحقيقة ما نعتقدش وأنه خدمة المحامي يعمل لايفوات على مواقع التواصل الاجتماعي. تبقى وقت يبلغ الظلم والحيف والتشفي والتنكيل درجات غير مسبوقة، يولي الحقيقة الإنسان مضطر باش على الأقل يخرج ينبه إلى معناها مظاهر وتصرفات ما يلزمهاش تتكرر وما يلزمهاش معناها تولي ممنهجة. اليوم الصباح تسلمت بطاقة زيارة من محكمة الاستئناف بتونس لزيارة الرهينة المعتقل المعارض السياسي الأستاذ الجامعي القيادي البارز جوهر بن مبارك، وتوجهت إلى سجن بلي. وصلت تقريبا إلى سجن بلي على الساعة 10:30. معناها منذ الساعة 10:30 شافوني عدد من الزملاء في السجن إلى حدود الساعة 3:30 تقريبا باش وقع تمكيني بعد إصرار مني، إصرار كبير، وظهرت وأنه معناها رغبتي واضحة في أنه لن يسمح أبدا بالنيل من حق الزيارة باش وقع تمكيني من زيارة جوهر على الساعة 3:30. ظهر وأنه إدارة السجون تعمدت تعطيلي لمدة 5 ولا 6 ساعات متواصلة متتالية حتى لا يتفطن فريق الدفاع، وأنه جوهر بات ليلته في المستشفى أمس، وقضى تقريبا أكثر من نصف النهار في مستشفى المعموري بنابل بعد إصابته بأزمة صحية حادة ما نتجتش عن إضراب الجوع بحسب ما نقله لي جوهر على كلام الحكيمة اللي تولت فحصه وتشخيص ما يعانيه. وإنما معناها أولا طبيبة قالت عنده هبوط حاد في لي كونستانت نتاعو، معناها على مستوى ضغط الدم وعلى مستوى السكري وعلى مستوى الأملاح المعدنية، صار له هبوط حاد. هذا أدى إلى تصلب العضلات علاوة على أنه الاعتداء الجبان، الاعتداء الآثم، الاعتداء الوحشي، الاعتداء البربري اللي تعرض له بسجن معناها احتجازه وبسجن اعتقاله تسبب له في معناها انتفاخ على مستوى الجهاز الكلى متاعه. هذا أدى إلى إصابته بأزمة صحية. اليوم أول مرة نشوف جوهر في كرسي متحرك. الحقيقة معناها في حالة صحية سيئة ورديئة جدا، متعب، مرهق، مخلفات الإضراب، مخلفات الاعتداء اللي تعرض له. الطبيبة اللي تفحصته تقول تنجم تصيبه أزمة صحية في أي لحظة. صحته مهدة. يسلم على الناس الكل، يبلغكم تحياته. صامد في إضرابه، صامد في دفاعه على حقه
تتمتع بمحاكمة علنية. وشكرا لكم.